شايفين ده ايه؟ شايفين المنتجات دي ايه؟ طب شايفين انا فين؟ انا في الرياض قدام برج المملكه. لما تبقى في الرياض وعايز المنتج المصري 100%، اللي هو مثلا ده رنجه مصري، بصل اخضر، تعالى بقى نكمل. قهوه ابو عوف والسبرتيه المصري الاصيله، الخضار بسمه، بيست اللي هو تقريبا اصلا اختفى من مصر، السمنه الروابي، بسكويت نواعم اللي عايش في قلوبنا كلنا، حلويات الصعيدي اللي انا بحبه، المانجا العويس اللي انا بقالي تقريبا اسبوع في مصر قبل ما اجي مش لاقيها اصلا، اللب من مقله العروبه، السمسميه العسليه، اللب مرسى مطروح، اللب الابيض، الايه البست، الشمعدان اللي هو برضو تقريبا مش موجود اصلا في مصر. المنتجات دي لما تبقى انت عايش في السعوديه في الرياض، الليفه صح يا اخويا، الليفه دي، استنى، دي الليفه دي اللي هي بتاعت ايه، اللي هي كده الليفه المصري الاصيله. لما تبقى انت عايش في الرياض وعايز تحصل على المنتجات دي، تعال اقول لك ايه المكان، المخبأ السري اللي انا جايب منه الكلام ده. تعال يا احمد، تعال اوريكم المخبأ السري للمصريين، دكان البلدي. ثلاجة الجبنة المصري. السلام عليكم حبيبي. مش جبنة قديمة، الجبنة البراميلي ام وفلفل، المخللات، الحلاوة السايبة والتغليف المصري الاصيل. عندنا ايه تاني؟ رنجة طبعا. دي ثلاجة الموظفة المصرية الاصيلة. حلو، بص استنى، دي بص ده لبن جاموسي، ده اتحلب في مصر ورجع طبعا باين قوي ان هو متعبي فلاحين يعني. ايه تاني؟ التلاجة اللي موجودة في كل السوبر ماركتات المصري، هريسة اسكندراني احمد حسنين، البست طبعا، دي برضو للموظفة المصرية يعني. ايه تاني؟ تعالى هنا. دي البقالة والجبن رودس، عبور لاند. ايه تاني؟ سمنة جنة، جلاش اسمها رقاق الزهار، رقاق السايب المصري. يلا ايه تاني؟ ايه تاني؟ ام علي والجيلي والكاسترد. تعالى هنا بقى. ده العلافه المصري الاصيله، من اول بص، من اول ايه، من اول الملوخيه الناشفه، ملوخيه ناشفه، المكرونات الملكه والضحى. الرز على فكره، الضحى بالمناسبه هنا مطلوب جدا، لان انتوا عارفين ان هنا منتشر قوي الرز البسمتي، فالمصري يعني ليه والعدس والحاجات كلها، البقاله المصري، العلافه المصري يعني. تعال نخش كده. حلاوه المولد، حلاوه المولد من كذا شكل وكذا شركه، وكذا حلاوه المولد باشكالها يعني. المقرمشات اللي موجوده عند المقلى المصري، العسليه المصري. ايه تاني؟ طبعا البونبوني اللي موجود برضو عند المقلى. طبعا هنا اكيد بيدوا بالباقي اللبان اللي هو اللي بتاع البواقي ده. ايه تاني؟ سحلب سحلب مصري خالص. ايه تاني؟ الشربات ده الشربات ده الشربات اللي هو عايش في وجداننا بقاله عشرات السنين. وطبعا ده ده اللي هو كوفرتينا، اللي هو بيقولوا عليه كوفرتينا في الصباحيه تبقى الجوازه هنيه. ده ايه ده؟ دي مفتقه؟ ايه دي؟ حلبه. حلبه. وبرده التغليف المصري الجميل، شاي العروسه. ايه تاني؟ كافي ميكس. بص هنا الجرجير بالمناسبه، اخواتنا اللي عايشين في الرياض المتجوزين، ما تنسوش الجرجير، البقدونس، شبت، النعناع، بصل اخضر. لا انا بالنسبه لي يعني، ده لو حد مصري عايش، انتوا عارفين احنا بنحب قوي الحاجات اللي هي تخصنا قوي، فلو مصري عايش في الرياض وبالنسبه له عايز يعيش الاجواء دي ويشتري نفس المنتج بتاع مصر، هو دكان البلدي. المكان ليه 6 فروع، فرع في شمال الرياض، جنوب الرياض، شرق الرياض، غرب الرياض، والفرع السادس في بوليفارد وورلد. مكان بالنسبه للمصريين، عارف هلموا الى بغياتكم، هو ده. شكرا ليكم، كان معاكم مصطفى محمود وماذا جنجي. هعمل ايه يا احمد بعد ما اقفل يا احمد؟ هروح اكل مانجا عويس صح؟ لا مفيش فاست، دي عويس. اه هي دي. يلا اقفل عشان مش عارف الغوص قدام الناس بصراحه. السلام عليكم.